تنتقد الحرس الجمهوري وأحمد صالح وتنتقد جهاز الأمن القومي وتقول إن الجهازين لا يزالان يسيطران على الكثير من المناطق في اليمن. هل يمكن أن تذكر لنا بوضوح أكثر ما الذي تعيب على هذين الجهازين وما هو المطلوب منهما بالضبط؟ أحمد صالح اليوم كان رجل متمرد وفقا للعرف العسكري وفقا للجانب القانوني. أحمد علي اليوم يعني لا ينفذ أوامر الأخ الرئيس في التنقلات الخاصة بألوية ووحدات الحرس الجمهوري. أحمد علي اليوم كان هو الذي حمى المتمرد محمد صالح في القوات الجوية، وهم الذي معا قاما بعملية الإرهاب الدولي من خلال إغلاق يعني مطار صنعاء. أحمد علي اليوم من خلال من كان موجود في المنطقة الجنوبية العسكرية مهدي مقولة كانوا يرعوا الإرهاب ويسلموا يعني مناطق كاملة للإرهابيين. وبعد أن تم تغيير مهدي مقولة بالشهيد البطل قطن سالم قطن، والذي حصل مواجهة حقيقية وحصل هناك نصر ودفع الشهيد سالم قطن حياته، بينما أحمد علي ومهدي مقولة كانوا يديروا المعركة بالطريقة التي تخدم الأجندات الخاصة. أحمد علي متمرد وسينتهي تمرده الشعب اليمني بإذن الله. سيساند رئيس الدولة المجيد عبد الرب المنصور هادي في توحيد قرار الجيش في يده، ولا زالت وتتحدث عن أحمد صالح لوحده أم عن الحرس الجمهوري بشكل عام؟ لا، أحمد صالح ومجموعة بسيطة من الموجودين معه هم الذي يقوموا بمثل هذا التمرد. أما بالنسبة للأفراد والضباط قادة الكتائب وقادة السرايا فهم في الحقيقة جزء من الشعب اليمني. ما حصل في اللواء الثالث يا أخي الحبيب إذا كنت استطعت أن تتابع أرسل رسالة دولية جدا أن أبناء الحرس الجمهوري ليسوا أقل ثمانية من بقية أبناء اليمن. عندما تمرد أحمد علي وعبد الحميد مقولة في اللواء الثالث على قرارات رئيس الدولة وامتنعوا من تسليم اللواء الثالث للقائد الجديد الحليمي، ما الذي تم؟ أبناء الحرس الجمهوري في اللواء الثالث ساروا ضد ذلك المتمرد وأخرجوه وسلموا اللواء للقائد الشرعي. من الذي يدعم الحرس الجمهوري إن كان هناك ثورة حققت مآربها وأوصلت رئيسا آخر إلى السلطة في مرحلة انتقالية؟ إذا كانت دول الخليج تقدمت بمبادرة، إذا كانت الولايات المتحدة تبارك ما يحصل اليوم في اليمن وتأتي إلى داخل اليمن وتضرب القاعدة، ما الذي يدعم الحرس الجمهوري؟ شوف، في الحقيقة يعني الحرس الجمهوري مثل كثير من مؤسسات الدولة بني بناء شخصي، معناها تم تعبئته بأشخاص يبنون ولاء شخصي لشخص معين الذي هو علي عبد الله صالح وأبنائه، وهم قادة في هذه المنظومة العسكرية الهامة التي لديها كثير من الأسلحة. وبالتالي يعني كان لابد من مرحلة عملية التغيير وعدم الدخول في مغامرة أو دفعهم للدخول في مغامرة يكونوا هم الخاسرين، ولكن بفتحها. كما أني لا أستبعد أن هناك بعض التدخلات من بعض الأصدقاء الذي يقولوا أبدوا على هؤلاء حتى ننهي معركة معينة حتى نطمئن أكثر. التدخلات في الحقيقة ليست أصدقاء في الداخل أو في الخارج. أصدقاء في الداخل الإبقاء عليهم في بعض أماكن السلطة التي هم فيها، اعتقادا خاطئا من تلك الجهات أن هؤلاء قد يحققوا يعني بعض المصالح لليمن ولشركائها الدوليين، ولكن الأحداث تثبت خلاف ذلك. وبالتالي ما حصل اليوم، ما حصل في خلال الأشهر الماضية، هو أرسل رسائل لأخذت حقوقهم المالية، فما بالك عندما يكون أمام مجلس حقوق الإنسان للتحقيق العادل والمهني في كل أحداث العام 2011-2012.